ازيكم يا نصور، اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنشرح بوت الادراك بتاعه خلاص اتعلن يوم 16 سبتمبر، يعني كمان 18 يوم، وهو بوت باتل بولز. البوت ما خدش شعبيه كبيره عشان ما حدش سواه له كويس زي البوتات الكبيره بلم ودوجز وتماركت وهامستر اكيد يعني. وشهر 9 ده هيكون شهر دمار لان 80% من البوتات خلاص هتندرج فيه، فقلنا ندخل معاهم البوت ده بالمره. لكن قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي وتنضم لقنوات التليجرام، الرابط بتاعها هتلاقيه في الديسكريبشن تحت، بينزل عليها اخر الاخبار والبوتات اللي قربت تندرج، ولو عندك اي مشكله بنحلها هناك باذن الله. ونخش في الشرح على طول. طبعا يا جماعه دي صفحه البوت على التليجرام، هندوس على كلمه بلاي ان وان كليك الموجوده تحت دي يعني. تمام. زي ما انت شفتوا كده، اول ما فتحنا صفحه البوت كان مكتوب ان الايردروب خلاص هينزل يوم 16 سبتمبر، يعني حوالي 18 يوم. خلينا بقى دلوقتي نشرح البوت واحده واحده. اول حاجه، البوت ده شبه اي بوتات زي هامستر ولوك رابت، اللي هو بيعتمد على النقر على الشاشه، تمام، وبيعتمد على الربح في الساعه. فخلينا ازاي نعلمكم ازاي تجيبوا العملات دي وازاي تعلوا الربح في الساعه. اول حاجه الضغط على الشاشه، ودي طبعا حاجه بدائيه جدا انها بتزود العملات دي بحيث ترقي الكروت اللي في الماين اللي هتزود لك الربح في الساعه. طبعا انا هنا مرقي كروت دلوقتي اهون، وخد بالك كل كرتبيه ترقيه هيبقى فيه عداد، يعني مش زي هامستر في كروت وكروت، لا، البوت دون كل الكروت هتلاقي فيها عداد، تمام كده. وعندك هنا في المايل ثلاث اختيارات. البوت هيبقى سهل جدا بالنسبه لك لانه شبه هامستر وشبه روك رابت، فمفيش اي اختلاف بينهم يعني. فالنقر على الشاشه هيزود لك العملات دي، والعملات دي هترقي بيها الكروت الموجوده هنا اهو. هنا عندك ثلاث خانات بالنسبه لترقيه الكروت، تمام كده. طب ايه الحل الثاني اللي احنا نجيب بيه عملات بحيث نعرف نبدا في البوت؟ عندك خانه الارن اللي تحت في النص دي، تمام. هنا بيقول لك لو ضعيت 10 اصدقاء هتكسب مليون عمله. هنا بيقول لك حمل التطبيق ده وهيديك 25000 عمله، تمام. هنا بيقول لك عامل سبسكرايب تو اكس وهيديك 25000، فاعمل كلمه تشيك وارجع. هنا بيقول لي استنى ساعه، ادوس هنا تعمل التشيك وهترجع وتستنى ساعه، وهكذا بقى. فانت هتسجل فيهم كلهم، ومش شرط تخش وتحمل التطبيق او تخش تشترك في القناه بتاعتهم، لا، انت مجرد ما تخش وتخرج خلاص، هي هتيجي كمان ساعه هتيجي هتعمل على تشيك كده وخلاص كده الفلوس هتتحسب لك يعني، تمام كده. وثالث حاجه ممكن تربح من الفلوس دي هي الاحالات، لكن طبعا الاحالات ضعيفه. ليه بقى؟ يعني كل احاله بتديك 5000 يعتبر، لو حاله بريميوم بتديك 25000. فهو البوت ده شبه بوت هامستر، مش بيعتمد على الاحالات، لا، هو بيعتمد انك بترقي كروت، والكروت دي بترقي بيها الربح في الساعه. واخر حاجه خانه الاير دروب، زي ما انتم شايفين في خانه الاير دروب مكتوب ان خلاص الادراج هيبقى كمان 17 يوم و19 ساعه و42 دقيقه و10 ثواني يعتبر. طب هنا بيقول لك ايه اللي هيعتمد على الاير دروب؟ الاير دروب بيعتمد على ثلاث حاجات. بيقول لك كومبليت ال تاسكس. هنا انا ما فهمتش اول جمله دي، هل هو قصده ان خانه الاير نخلص فيها كل المهمات؟ يعني لازم ادعو 10 اصدقاء بحيث اتاهل؟ انا مش عارف، لكن يفضل نخلص كل المهمات دي بحيث تكون برضو ايه، تبقى في الامان قوي، تمام. يعني اكتب لك ماست دو، يعني لازم تعملها. ففي الامان قوي، في الامان قوي ممكن تكون ايه، يعني تعملها بالمره. يعني هي حاجات عبيطه، هي ممكن بس الصعبه بالنسبه لك ان انت تجيب 10 حالات، لكن أنا ده مش اكيد، يعني هو احتمال مش اكيد. تاني حاجه بيقول لك عشان تتقل الاير دروب محتاج تجيب مينيمم 10000 ايرن بير اور، يعني لازم هنا في الربح في الساعه هنا هون لازم تكون معاك 10000. يعني انا دلوقتي معايا 2000، تمام كده، لازم تخليهم 10000 بحيث تتاهل للاير دروب. وتالت حاجه بيقول لك ان الربح في الساعه بتاعك ده اللي انت هتعرف تبدله بحيث تكسب العمله بتاعتهم اللي هي بولز، تمام كده. فاظن البوت سهل جدا وبسيط جدا، وفكره ان انت تجيب 10000 ربح في الساعه بسيطه جدا. انا بالظبط جبتهم تقريبا في 5 ولا 10 دقائق، حاجه عبيطه يعني. فانت البوت اصلا لسه له 18 يوم، يعني انت هتعدي ال 10000 وال 100000 كمان، وان شاء الله ربح البوت ده هيعجبكم باذن الله يعني. وحاجه اخيره برضو عايز اقولها لكم، ان لازم كل 3 ساعات تخش تجمع الارن بير اور، كل 3 ساعات تخش تجمع فلوسك، تمام. هو زي هامستر بالظبط، كل 3 ساعات بتخش تجمع عملاتك. فيا ريت تشدوا في البوت ده، البوت ده خلاص يعتبر هيندرج، لسه بالظبط 18 يوم، وشهر 9 ده هيكون شهر مليء بالمفاجآت باذن الله. ويا ريت لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وتنورنا في جروباتنا على التليجرام، هتلاقي الروابط بتاعتها تحت في الديسكريبشن، هنساعدك فيها في اي بوت انت عايزه، وهنرد عليك على اي استفسار. واشوفكم على خير الفيديو القادم.